بقالك سنين بتتعلم الانجليزي لكن برضو مش عارف تتكلم بطلاقة ولا حتى انك تكون يعني فلوينت 1% انك تتكلم اللغة وما عندكش الثقة انك تتكلم بيها اصلا. النهاردة انا جاي اقولك انا ازاي عرفت اعمل كده واشتغل كمان في شغلانات بالانجلش في كول سنتر وشركات تانية كتير كلها بس بالانجلش ومن غير اي هري ولا ان انا اضيع وقتك على طول. فخلينا نبدأ على طول. اولا في البدايه ليه اصلا انا اكون الشخص الصح اللي اقول لك على حاجه زي كده؟ لان انا زيك بالظبط، انا اتخرجت من الجامعه كنت عايز اشتغل شغلانات وابدا بيها حياتي، ولقيت ان انا اترميت في حاجات زي شغلانات كول سنتر بمرتبات كانت 2000 جنيه و3000 جنيه في الوقت دوت. وده كانش من وقت بعيد على فكره، ده كان مثلا من 2022، وكان مطالب مني ان انا اعيش حياتي بالحاجات دي. فلقيت ان حاجه صغيره جدا زي انك انت تحسن الانجليزي هتنقل مرتبك من مجرد ان يكون 3000 4000 جنيه لانه يكون 12000 جنيه ساعتها. وما زال لحد دلوقتي على فكره، والمرتبات دي وصلت كمان ل 16 و17 دلوقتي. والنهارده انا جاي اقول لك على الطريقه اللي انا مشيت عليها بالظبط علشان اقدر اوصل للحاجات دي، لكن بعد اذنك عشان الطريقه دي تشتغل معاك فعلا ما تخليش الفيديو دوت يكون زي بقيه الفيديوهات اللي انت بتشوفها على اليوتيوب، ان انت بتتفرج تتحمس شويه يعجبك وخلاص على كده تشوف الفيديو اللي بعده تبقى كونسيومر. لا، مش عايزك تبقى كده ومش حابب ان الجمهور يكون من النوعيه دي. فروح هات لك ورقه وقلم او سجل الفيديو دوت او اعمله سكرين، يعني اعمله فول سكرين دلوقتي عشان تعرف تركز معايا في كل المعلومات اللي انا هتكلم عنها. ومن غير ما نخش في تفاصيل كتير، ليه اصلا الناس بتفشل في ان هي تتعلم انجليزي؟ لان هي في البدايه زيك كنت بتقعد تركز كده على جرامر، تقعد تقول لي اصل انا هقعد اتعلم الجرامر والقواعد ديت علشان اعرف اتكلم اللغه بشكل صحيح، وبعد ما اتعلم الجرامر وهتعلم اللغه بشكل صحيح لازم اتعلم الفوكابلري عشان يبقى عندي محصله كلام كتيره جدا. الكلام ده كله جميل ولطيف جدا بس مش هو اللي هيخليك تتكلم وتبقى فلوينت برضه. وده عن تجربة، لان انا واحد كان مؤمن بفكرة ان انت لو حفظت 10 كلمات النهاردة على اخر السنة يبقى مش عارف كام كلمة، شوف نفسك هتبقى ايه. مفيش الكلام ده، مش دي الطريقة اللي بتنجح والطريقة اللي بتعرف فعلا بيتكلم بيها انجليزي. لحد ما اتفرجت على فيديو لواحد او بنت تقريبا في الوقت دوت كان اسمها ياسمين، وده كان من زمان لكن انا مش فاكر هي ايه تفاصيلها الصراحة، معرفش بتعمل فيديوهات لحد دلوقتي ولا لأ. وهي اللي نورتني يعني على واحدة من الطرق دول. واول طريقه فعلا عشان تتنقل انك انت بتحقق فعلا او بتمارس اللغه بشكل صحيح هي انك انت تعمل حاجه اسمها اكتيف listening. كان في واحد من الويب سايتس او المواقع اللي انا كنت بستخدمها كان بيجيب لي محادثات لناس اجانب نيتيف بيتكلموا في حاجات طبيعيه يوم تو يومهم اللي هم يعني داي تو داي اللي هم بيعملوه، زي اللي بياكلوا يشربوا اللي هي الحاجات الطبيعيه، لانك عايز ودنك تبقى مألوفه مع الحاجات الطبيعيه اللي بيعملوها بنفس الاكسنت بنفس السرعه اللي بيتكلموا بيها بكل حاجه. وممكن ابقى اسيب لك اللينك دوت تحت كلمه اكتيف listening في الديسكريبشن هتلاقيه، وده هيساعدك جدا. وبعد ما بتسمع الفيديو دوت بيروح كمان جايب لك اسئله بتسالك عليها عن هل انت فهمت صح، هل سمعت الكلام ده وفهمته ولا هتروح تسمعه تاني. فدي اول جزء من الحاجات اللي تقدر فعلا تعلمك انك تتعلم انك تسمع الكلام وتفهمه. وهتعمل كده ازاي؟ عن طريق اللينك اللي انا هسيبه لك تحت ده، لما تدوس عليه هيفتحك الويب سايت تعرف تسمع زي ريكوردات لناس اجانب كتيره جدا بيتكلموا في مواضيع مختلفه هتفيدك وهيعودك على الاكسنت بتاعتهم. وتاني حاجه كانت مساعدتني جدا ان انا اتحسن في الانجليش في الوقت دوت هو ان انت براكتس اللغه. لو قعدت تحفظ في جرامر الدنيا كلها وفوكابلري الدنيا كلها وتشوف فيديوهات 100,000 واحد من غير أصلا ما تمارسها كل يوم كل يوم مش هتتحسن برضو في اللغة. فلازم تحسنها. وانا كنت بستخدم ابلكيشن في الوقت دوت لان انا كنتش بحب الطرق المعتادة اللي انت كنت بتسمعها على اليوتيوب. اتكلم قدام المراية وبعد ما تتكلم حاول تعلي صوتك واتكلم بصوت عالي بالانجلش. انت شكلك مريب فشخ وانت بتعمل كده اصلا. فلا، مش ده اللي انا كنت بعمله. انا كنت بعمل ايه؟ انا كان في ابلكيشن مش فاكر اسمه بالظبط، ممكن ابقى اسيب لكم شكله هنا، اسمه لونج بي حاجه زي كده. كنت بستخدمه زمان. ده بيخليك تبراكتس مع ناس حوالين العالم كلها وكمان فور فري يعني. هو في منه عدد محاولات بس انت ممكن تعمل اكونتات كتير عليه فتبقى عندك عدد لا نهائي يعني. وكنت بمارس اللغة على الابليكيشن ده تقريبا بتاع ساعة وكنت بتكلم مع ناس من حوالين العالم كلها فتعودت على الاكسنتس المختلفة، الفلبيني الهندي الامريكي البريطاني كله، هتقابل كل الناس على هناك. وهسيب لك برضو لينك او مش هسيب لك لينك لان ده مش سبونسر يعني،
لكن انت ممكن تلاقيه على اب ستور او بلاي ستور عادي جدا بالتفاصيل. هو هسيب لك اللوجو بتاعه هنا يعني. واخر حاجه واللي عايز برضو اتكلم عنها، ومن الحاجات اللي هي ساعدتني ان انا احسن من الانجليش بتاعي واوصل للليفل دوت ان اشتغل في شركات كويسه، هي الشادوينج. ايه الشادوينج ده بالظبط؟ انك انت تشوف واحد من الناس اللي انت بتحبهم، ودي الطريقه اللي انا اتبعتها علشان يحسن من الموضوع بشكل اسرع. تشوف ناس انت بتحبهم من الاجانب، ممثلين، ناس مشهوره الاكسنت بتاعتهم عاجبك صوتهم وهم بيتكلموا، وابدا قرر الكلام وراهم كلمه بكلمه. ودي فعلا واحده من اكتر الحاجات الفعاله. هي ممله شويه وانت بتعملها، لكن هي اكتر من الحاجات من الفعاله جدا اللي هتنفع الموضوع معاك بسرعه. وبعد ما تاخد الفيديو ده وكرره، اعمل كده بتاع ساعة وساعتين لحد ما هتلاقي نفسك مع الوقت بقيت احسن. لانك هتبقى عامل زي الطفل الصغير اللي لسه مولود حرفيا، و بيعمل ايه؟ بيسمع الناس اللي حواليه علشان يبدأ يتعلم اللغة دي نفسها. واخر حاجة، لو انت حابب بقى انك انت تعمل الموضوع ده كله في جدول او زي روتين زي ما انا كنت عامل، فانت هتعمل حاجة بالشكل اللي انا هعمله لك هنا ده كده. وهيكون مثلا تدي نص ساعة للاكتيف ليسننج، نص ساعة للشادوينج، ساعتين للبراكتسنج لان ده واحد من اهم. وهتجيلي في الاخر بقى واحد يقول لي طب والجرامر يا مازن؟ فالجرامر انت كده كده هتتعلمه مع الممارسة. ايوه هتغلط شوية وانت بتتكلم الناس من هنا لهناك، لكن انت نفسك هتبدأ تحسن من الجرامر بتاعك لما تغلط فيه مع الناس وانت بتتكلم، فتبدأ تتعود عليه. فما تقعدش تحفظ لي في قواعد وحاجات كتيرة، لان مش هو ده اللي هينفعك. وواحدة من الحاجات اللي انا عايز انوه عليها كمان، ان لو انت واحد زيرو في الانجليش، ولا بتتكلم ولا اي حاجة خالص، ولا بتفهم ولا بتتكلم ولا اي حاجة، فاسهل حاجة ليك انك تروح تاخد كورس، والكورس ده يكون معيشك في جو كله انجليزي. لان انت لو فضلت تشوف محتويات على اليوتيوب كلهم بيتارجتوا او بيستهدفوا الناس اللي المستوى الانجليزي بتاعهم متوسط زي اللي انا بتكلم عليهم ده دلوقتي. لو انت مستواك متوسط، اللي انا قلت لك عليه ده بالظبط هينفعك. لو لا، للاسف مش هينفعك، لانك هتحتاج تتعلم البيزكس كلها من الاول، يبقى معاك حد من A to Z والكلام ده كله. وبس، هي دي الطريقه اللي نفعت معايا. ودلوقتي الجزء دوت لو انت خلصت وقعدت تواظب وعلى الروتين اللي انا زي ما احنا اتفقنا عليه دوت، واللي هسيب لك زي تفاصيله كده في الايديت، وحاول تعمله واكتبه بايدك معايا دلوقتي عشان تعرف تلتزم بيه واعمله. لانك عمرك ما هتبقى جد في اللي انت بتقوله او بتتفرج عليه غير لما تكتبه. ده بيخليك انك بتمضي عقد مع نفسك. وفي نفس الوقت اللي عايزين نعمله دلوقتي وانت بقى بتمارس اللغة، عايزك قدم على شغلانات من دلوقتي. هيبقى الشغلانات دي حاجات مفيدة جدا. هقول لك ليه الاسباب انك هتقدم. اولا انك انت هتختبر اللغه بتاعتك بانك هيكلمك HR، هيقعد يعمل لك انترفيو وبتاع، وهيقول لك اتقبلت ولا لا. ودي من الحاجات اللي هتدي لك زي يعني كلوز كده، او مثلا زي مؤشرات انك انت الانجليش بتاعك كويس. لان هم بيقبلوا ليفل معين اللي هو B1 B2 في الشركات الكول سنتر عامه. فانت هتفضل تقدم في نفس الفتره اللي انت بتتعلم فيها ديت على اساس انك تتقبل في واحده فيهم، وربنا هيرزقك صدقني. وده اللي حصل معايا بالظبط، ان انا كنت بتعلم وفي نفس بجانب ما انا بتعلم كنت بقدم، وباخد موضوع HR ده كأنه ان انا بمارس اللغه. حتى كنت بروح الانترفيوهات كده اللي هو على الله في شركات كتيره، كنت بس بشوف الانفايرمنت، بشوف الناس، بشوف الدنيا. فانت اسعى يا عبد وانا اسعى لك يعني، بس استغفر الله العظيم يعني الكلمه دي. وبس، هو ده الروتين عامة او الحاجات اللي انا كنت بعملها. ومفيش اي حاجة تانية صدقني من الحاجات اللي بتشوفها على اليوتيوب او على اي مكان تاني هتنفعك. لانه بيكون بس بيبقى عايزك يبيع لك كورس في الاخر. يعني بيبقى في كورس هيبقى يقولك على اليوتيوب، ولا بقى يقولك على السنتر، ولا يسيب لك لينك يقولك الويب سايت بتاعي خش شوف الكورس بتاعي. ده مفيش حاجة غلط، لكن هو هيطول عليك الدنيا بس عشان تفضل معاه. وبس، ممكن واحد يجي يسألني يقول لي انت بتلاقي الشغلانات دي فين؟ كويس ان انا برضو افتكرت السؤال دوت وانا بعمل لكم الفيديو. الشغلانات دي بتلاقيها عادي جدا. اعمل لك اكونت على لينكد ان، واعمل في لينكد ان انك انت بتدور. ممكن اجيب لك سكرين شوت كده وانا قاعد بقلب على لينكد ان على الشغلانات ديت، وهتلاقي شغلانات كتيرة يعني. وبرضو واحدة من الحاجات اللي مشهورة جدا جروبات الفيسبوك، هتلاقي عليها شغلانات كتيرة جدا بالذات للكول سنتر الانجليش، وعايزين ناس دلوقتي كتير كتير جدا يعني.
يوميا بلاقي رسالة من حد من الاتش ارز دول بيبعت لي مش حابب تري جوين، مش حابب كذا، مش حابب كذا. فهم لا عايزين ناس على طول. فبس لو عجبك الفيديو ما تنساش تسبسكرايب وتعمل كل الحاجات بقى اللي انت عارفها دي، لايك والتفاصيل دي كلها. وبقدم محتوى عن الحاجات فعلا اللي انا مريت بيها، الحاجات اللي اقدر اساعدك بيها. وبس، سلام.